العامة، وصلاة الغداة هي صلاة الفجر، رواه الترمذي. كما أن صلاة الفجر هي الغنيمة التي لا تعدلها غنائم الدنيا وكنوزها، وبها النجاة من النار والبشارة لهم بدخول الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل مغربها، رواه مسلم. كما أن الملائكة تشهد وتثني على من صلى الفجر حاضرا. قال صلى الله عليه وسلم: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، رواه البخاري ومسلم. وفيها بشارة بنور تام يوم القيامة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. وهي إشارة إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر في وقتها لوجود العتمة. قال